الزمالك بيفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف. الزمالك النهارده لعب ماتش متوسط المستوى. اللعيبه اللي جابت الاهداف هي اللعيبه الجديده. الصفقات الجديده هي اللي كانت احسن لعيبه النهارده. كمان احسن لاعب بصراحه في الزمالك دلوقتي اللاعب البرازيلي غوان الفينا ده. بصراحة لاعب جامد أوي، معرفش جابوه منين، جابوه برخص التراب بصراحة. شابوه اللي جاب اللاعب ده بصراحة من أحسن اللعيبة اللي هتبقى في الدوري المصري. كمان النهاردة كان الأهداف بتاعت الماتش كله كانت غلطات من حراس المرمى، يعني من محمد صبحي ومن أبو جبل جون مودرن سبورت. بدأ التهديف النهاردة غوان ألفينا ده في الدقيقة 12 من اسيستن عبد الله السعيد، وكده في الدقيقة 48 شيكو بنزا بيجيب الجون التاني من اسيست من الفينا. وكان الجون ده بصراحة خطأ كارثي من اسمه ايه ده ابو جبل حارس مرمى مودرن سبورت. وكمان محمد الجون المودرن الوحيد كان جابه محمود الونش في نفسه. برضو كان خطأ من محمد صبحي، برضو خطأ غريب ما يخشش في جون نادي الزمالك. بصراحة الزمالك كان بيجيب الجون بعد كده بينام على الماتش وبيدافع، ومودرن هي اللي بتهاجم. حتى هجمات مودرن كانت اكتر من الزمالك، يعني مودرن عنده 11 تسديدة والزمالك 8. وكمان الاستحواذ كان لمودرن 54 مقابل 46 للزمالك. اعتقد المدرب فكره دفاعي شوية، مش فكره ان هو هجومي ويلعب الكرة الحلوة ويجيب اجوان كتيرة. فهو ممكن الزمالك هتلاقي بيجيب الجون او جونين او جون واحد وينام على الماتش، فدي مشكلة ممكن تحصل بعد كده في الزمالك مع المدرب. كمان كان في ماتش النهاردة تاني كان بين سموحة وزد، خلص الماتش 1-1. جاب الاجوان صامويل اميدي لسموحة في الدقيقة 10، وكمان مصطفى سعد ميسي في الدقيقة 28 لزد. وكان نجم المباراة جون حارس مرمى سد اسمه علي لطفي حارس مرمى زد. وكمان كان في ماتش تالت النهارده كان بين مقاولين العرب وحرس الحدود، خلص الماتش 0-0. وده تاني يعني الاسبوع ده ماتشين، الاسبوع اللي فات كان 3 ماتشات تعادلات 0-0، الاسبوع ده ماتشين تعادلات 0-0، والاسبوع الاول 4 ماتشات. كل شويه بيقلوا التعادلات 0-0، بس التعادلات كتيره قوي في الدوري المصري 0-0. ده كان مباراة النهارده الخميس، وكانت اخر مباراة الجولة الثالثة، وهنشوف ان شاء الله تبتدي الجولة الرابعة من يوم الأحد القادم.